أهلا، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مس سلمى، معلمة رياض الأطفال. النهاردة نتعلم إزاي نرسم الخروف بطريقة سهلة وبسيطة، خصوصا إن العيد قرب، عشان لو عملنا منه أي أنشطة أو توزيعات. أول حاجة هنعمل سحابة متوسطة ونعمل فيها تنيات كتير، وكل ما زادت التنيات بانت الرسمة واقعية وشكلها أفضل. ونيجي هنا من عند نص السحابة اللي عملناها أو فوقها بشوية ونعمل سحابة تانية أكبر كأننا بنعمل دايرة، ونيجي من عند نص السحابة المتوسطة ونقف عندها. نيجي هنا نعمل شكل حرف اليو، وبعدين نعمل هنا كيرف بسيط، هنا كيرف بسيط وجواه خط، وبعدين نرسم العين دايرة وجواها دايرة تانية أصغر، وبعدين دايرة تانية صغيرة ونطلع منها البق. بعدين هنيجي تحت هنا ونعمل الرجل مستطيل طويل وجنبه كمان واحد زيه، وورا نفس الكلام مستطيل وجنبه مستطيل تاني. ونيجي تحت نعمل خط في كل رجل ونلون من جوه، ونعمل هنا نمبر 3، وكل ما كان اكتر كان شكله افضل. هنلونها دلوقتي سوا مع بعض ونشوف في الاخر هتبقى عامله ازاي. في العاشر من ذي الحجة من السنة القمرية عيدنا عيد الأضحى بشعائرنا الدينية. في العاشر من ذي الحجة من السنة القمرية عيدنا عيد الأضحى بشعائرنا الدينية. صلاة العيد صلينا وباركنا وهنينا، صلاة العيد صلينا وباركنا وهنينا، وللأرحام وصلنا فرب العرش يرضينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبقنا فعل السنة في أوصاف الأضحية، وتابعنا